بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يسر القرآن للذكر وأنزله في رمضان وفتح أبواب جنانه لكل إنسان يطلب الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أبى أقوام إلا طريق النار، أبى أقوام إلا عصيان الجبار جل جلاله، فأبى الله إلا أن يقيم الحجة عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث رسلا تترى، رسولا بعد رسول، كلما كذب رسول انتصر الله له وللمؤمنين معه، وجعل الذين كذبوه عجل لهم نصيبا من العذاب في الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، والعذاب الأكبر يوم يلقونه. من أولئك قوم نوح، وقد مضى في لقاء الماضي الحديث عن قصتهم، واليوم مع عاد. قوم نوح كانوا في بلاد شمال الجزيرة في منطقة العراق، عاد في جنوب الجزيرة في اليمن. عاد قال الله عز وجل كذبت عاد، ولم يقل كذب قوم هود. لماذا؟ كما قال في قوم نوح كذبت قوم نوح. قوم نوح كانوا قلة، بداية البشر والناس قليل، ولا يوجد من البشر إلا ما هم مع نوح، لا يوجد غيره. أما عاد فهي مجموعة قبائل أرسل لهم رسول واحد. هؤلاء القبائل جميعا يرجعون إلى عاد ابن إرم ابن من؟ سام ابن نوح، يعني يرجعون إلى نوح عليه السلام. فعاد قبائل، وهذه القبائل ليست كلها قوم هود. هود فخذ قبيلة، لكنه أرسل لهم جميعا كما أرسل شعيب إلى قومه، عفوا كما أرسل لوط إلى المؤتفكات، وهي جميع مجموعة مدن، 5 مدن. فقال الله جل وعلا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبوا من؟ كذبوا هود، وكذبوا نوح، وكذبوا صالح، وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذبوا جميع الرسل، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل أجمعين. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قصة عاد أن الله جل وعلا لما أهلك قوم نوح ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة، واستوت بهم السفينة على الجودي، نزلوا من السفينة على منطقة ماذا؟ منطقة العراق. وأول ما عمر في الأرض بعد عذاب قوم نوح هي منطقة العراق ومدينة بابل بالتحديد. نزل فيها نوح وأبناؤه والذين آمنوا معه، ومنها وجدت اللغات ووجدت الأصوات، وسميت بابل من البلبلة، والبلبل الأصوات المختلفة واللغات المختلفة. فكان فيها سام وحام ويافث أبناء نوح الثلاث، والذين آمنوا مع نوح. كل أولئك تفرقوا في الأرض. سام وهو أبو العرب توجه صوب الجنوب، الجزيرة وما حولها، أبو العرب واليهود والنصارى. حام وهو أبو الأفارقة توجه غربا نحو القارة الأفريقية. حام وهو أبو شرق آسيا والصين وغير ذلك توجه شرقا. هؤلاء الثلاث هم آباء البشر بعد ذلك، ذريتهم الباقون، ذرية نوح. سام هذا ولد له أولاد، منهم إرم، وإرم ولد له عاد، وعاد ولد له عشرات الأولاد، كل ولد ينتمي إلى عاد. فمنهم ثمود، وثمود هي عاد الثانية، ولذلك قال في قصة نوح عاد الأولى. نعم، عفوا في قصة ثمود ذكر عادا الأولى لأنهم هم عاد الثانية. قال الله عز وجل كذبت عاد. متى بعث لهم هود؟ وكيف بعث؟ وكيف كانت حياتهم؟ أما هم فقد أعطاهم الله أجسام قوية جدا طوال،
حتى أنك إذا رأيت الرجل تحسبه نخلة من طوله. ولهذا قال تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية من شدة الطول والقوة، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة. من قوتهم جعلوا على كل ريع آية. الريع الجبل، يجعلون على كل جبل آية، يعني قصر من ذهب، آية في الجمال. وإذا نزلوا للبر بنوا خيام من ذهب، أعمدة من ذهب. وهم الذين ذكر الله عن مدينتهم وقال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أعمدتها من ذهب، مدينة من ذهب، الأعمدة التي تقوم عليها المباني ذهب كلها خالص. حتى إنهم من شدة بطشهم وقوتهم وتكبرهم شقوا في مدينتهم أنهار من ماء وخمر وعسل، يريدون أن يفعلوا جنة في الأرض، فتكبروا تكبرا عظيما. وكانت مدتهم يعني إذا جاء الشتاء البرد ذهبوا للمدن فوق الجبال، وإذا جاء إذا جاء الحر صعدوا على الجبال، وإذا جاء البرد نزلوا للسهول. فهؤلاء بعث لهم هود عليه الصلاة والسلام، فبدأ يدعوهم إلى الله، وجحدوا وكفروا. وكان هود عليه الصلاة والسلام دأبه في دعوتهم مثل دأب نوح في دعوته لقومه، يدعوهم ليلا ونهارا فأبوا. فمسك الله عز وجل عنهم السماء، لم ينزل عليهم من المطر قطرة، وما عندهم من أشجار ونبات يبس، وأصبحت أرضهم جدباء. فقالوا لهود إن جاءنا المطر آمنا بك. فجاء مطر ولم يؤمنوا، فاشتد عليهم القحط بعد ذلك، وكذبوا هود وقالوا لولا رهطك لرجمناك. يعني كان هود ذو مكانة في قومه. فكانت آيته المعجزة التي جاء بها لهم أنه قال لا أريد حماية رهط ولا شيء، أنا متوكل على الله. وإن كان عندكم شيء، إن كان عندكم قوة وأنتم أولو القوة، فليمس واحد منكم شعر من رأسه، يتقدم أي واحد منكم. فعجزوا. فكانت معجزته أنه شخص واحد في مجتمع يدعي القوة ويقول من أشد منا قوة، ولا يستطيع واحد منهم يلمسه. من يحميه؟ الله. قالوا إذا كان ربك موجود وقادر وصادق يجي منا مطر. وجابوا من البداية وهم كفروا. فأوحي إلى نوح أن القوم هؤلاء إلى هود أن هؤلاء قوم معذبون، وليخرج هو ومن معه. فخرج هود والذين آمنوا معه من الأحقاف. الأحقاف منطقتهم، وهي تقع جنوب الربع الخالي، غرب سلطنة عمان، شرق حضرموت حاليا، ويحدها البحر جنوبا. فتوجه هود نحو البيت، نحو مكة، وأرسلوا هم أشخاص وفد إلى مكة في اعتقادهم أن هذا الوفد يقابل رب هود ويدعو رب هود. فذهب ذلك الوفد إلى مكة وسبق هود. وصل الوفد إلى مكة واستغاثوا وسألوا الله المطر. فأوحي إلى هود أن هذا الوفد سيصحب بمطر يمشي معه من مكة حتى يوصل حضرموت، يبيت معهم ذاك المطر إذا باتوا، وإذا مشوا مشى معهم، سحابة تظلهم. فانطلقت السحابة من فوق مكة، سحابة تمشي جنوب، وهود والذين آمنوا معه ماشيين شمال، وتحت السحابة الوفد الرسمي لعاد. فلما وصلوا كانت السحابة مثيرة، كل ما تمر فوق قبيلة تنظر، السحابة ذي سوداء غريبة. فلما وصلت فوقهم جاءهم العذاب، فجاءتهم الريح
أول شيء جاءهم الريح. قال الله جل وعلا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا. هذه البداية. صرصرا، هذه الريح تتصف بصفتين. الصفة الأولى أنها ريح صرصر. الريح الصرصر الريح التي لها صوت، عندما تسمعه الآذان من شدة قوته يعني تصك الآذان، تصر، ما عاد تسمع شيء. ومنه الصرة، الصوت القوي، كما قال الله في قصة إبراهيم: جاءت امرأته في صرة فصكت وجهها، يعني في صوت مرتفع. المرأة إذا تعجبت رفعت صوتها، وهي عجوز عقيم قالوا بتحملي وتولدي، فصرخت. صرختها من التعجب سماها الله صرة. طيب، ريح صرصر، هذه الريح فيها صفتين: أولا صوت قوي، ثانيا برودة شديدة. الصر البرد، شدة البرد، والصرصر شدة قوة الصوت، فهما كلمتان في كلمة. ريح صرصر في يوم نحس مستمر. ذاك اليوم الذي بدأ فيه عذابهم كان يوم الأربعاء، وذلك اليوم بعض المفسرين قالوا هو يوم نحس مستمر، يعني إلى قيام الساعة، لأنه عذب في قوم نوح وعذب في قوم هود، وعذب أغلب من عذب من الأمم السابقة كان في يوم الأربعاء. لكن هذا النحس على من عذبوا وليس على كل الناس. فالأيام لا تنحس، الأيام أيام الله، فيها يفعل الله ما يشاء. فمن كان مطيعا لله في أي يوم فهو يوم بركة وخير عليه، ومن عصى الله في أي يوم فهو يوم نحس مستمر عليه. وقد يجتمع في اليوم الواحد نحس من جهة وبركة من جهة أخرى. هود ما ضره ما حصل لهؤلاء، كما أن نوح ومن معه في السفينة ما ضره ما حصل لقومه. ذاك عذاب استمر 40 يوما، وهذا عذاب استمر كم؟ 8 أيام. ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم كم؟ 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم من باقية. بدأت الريح قبل المطر، وهي حقيقة ريح على شكل مطر. اللي رآها يقول سحابة، لما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. ماذا فعلوا؟ تحدوا رب العالمين، خرجوا من ديارهم يستقبلون العارض المطر من سنين ينتظرونه، فلما رأوا الريح غرزوا أرجلهم في الأرض واعتمدوا عليها وهم معتمدون على قوتهم وما تغني قوتهم منهم شيئا. فماذا فعلت الريح؟ اقتلعتهم الريح من الأرض ورفعتهم إلى أعلى حتى رأى بعضهم بعضا في جو السماء. طلعوا من الأرض خلاص، حتى الجبال اللي عليها بيوتهم مرتفعة صاروا ينظرون إليها تحت. ثم قلبتهم فوق، عملت فيهم الأفاعيل في جو السماء لمدة 8 أيام وهم يخطخطون في الجو، عذاب. ثم اليوم الثامن زرعوا في الأرض، غرزت رؤوسهم في الأرض وأرجلهم أعلى، فإذا رأيتهم تقول أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ثم لما حصل لهم ذلك طبعا الرمال، الريح هذه حملت رمال، شاركت الرمال في الغضب على أولئك، فأصبحت تلك المنطقة أغنى منطقة بالرمال، الربع الخالي، الأحقاف، شرق عمان، غرب عمان، شرق حضرموت، أغنى منطقة بالرمال.
لأن الرمال شاركت غضبا لله في تعذيب قوم هود. الرمال ضربها قوي لأن الحصى صغير فتدخل في المسام، ضرب وعذاب استمر 8 أيام. طيب الله عز وجل قادر على أن يميتهم في لحظة؟ لا، 7 ليال و8 أيام. طيب لماذا قدم 7 ليال على الأيام؟ ليش؟ لا، كيف تكون بدت في الليل؟ 7 ليال و8 أيام بدت في الليل وفي النهار؟ بدأت في الصباح. كل عذاب يبدأ صباحا. كل عذاب يبدأ متى؟ وقت الصبح. ولهذا قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا صبحا، وقت الصبح. إن موعدهم صبح، أليس الصبح بقريب؟ فجاءتهم الريح هذه صباحا، اليوم الأول، الليلة الأولى، اليوم الثاني، الليلة الثانية، حتى جاءت 7 ليالي وهم يعذبون في الجو، تضربهم تلك الحصى، تضربهم تلك الرياح، تضرب بعضهم في بعض حتى استووا. فلما ماتوا أو أماتهم الله غرز أجسامهم. طبعا الريح صرصر باردة جمدت أجسادهم، بل برد، مستوى البرودة عالي جدا، الدماء تجمدت، أصبحوا من شدة البرد كأنهم خشب، ثم غرزوا في الأرض. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. طيب ليش قال يوم نحس وهي أيام؟ كم يوم؟ 8 أيام. لكن لما كانت هذه الأيام متصلة ليلها بنهارها كأنها يوم واحد أصبح، لأنك لا تفرق في بين الليل والنهار. الريح سوداء، البرد شديد، العذاب مستمر، إذا جاء النهار لا يشعر به وإذا جاء الليل لا يشعر به، فأصبح كأنه كم؟ يوم واحد. مثل حال الدنيا إذا خرج منها أهلها وجاءوا للآخرة ماذا يقولون؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. نعم. ومثل عزير لما أماته الله 100 عام وبعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك. إذا لم يجد الإنسان العافية فإنه لا يشعر بالزمن، وإذا وجد العافية لا يشعر بالزمن. إن كنت في عذاب الزمن يمضي عليك ما شعرت، وإن كنت في نعيم يمضي الزمن وأنت ما شعرت. نسأل الله العافية. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس، يعني الريح تنزع الناس من بيوتهم. اللي ما خرجوا دخلت عليهم الريح فأخرجتهم. تنزع الناس، يعني هذه الريح تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. يعني هذا النخل إذا شلته من الأرض، إذا شلت النخلة من الأرض ماذا يحصل لمكانها؟ حفرة. هذه الحفرة إذا أخرجت النخلة للنخلة في الأرض عروقها في الأرض مثل شعر رؤوسهم. فإذا قلبت النخلة وضعت أعلاها أسفلها فهذا مثل أجسامهم بعد غضب الله عليهم، فرؤوسهم مثل رؤوس النخل اللي في الأرض، وأعقابهم وأعجازهم مثل أعجاز النخل اللي فوق، كأنهم أعجاز نخل منقعر قد أخرج من الأرض وأصبحت الأرض من بعده، لأنه إذا جاء شيء من أعلى وضرب في الأرض يصير مثل حفرة. فهم يحفرون في الأرض حفرة ويقعرون الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر، وما استمروا إلا قليل حتى تساقطوا.
موتى. ولما ماتوا وبقيت يعني ديارهم ومساكنهم وذهبهم، ذاك المكان الذي غضب الله فيه لا يحل لأحد أن ينتفع به، فأرسل الله سبحانه وتعالى الرمال فبلعت مدينتهم بالكامل، وهي إلى الآن مدفونة في الأرض، وفيها من الذهب ما لو جمع ذهب الدنيا كله لكان أقل مما في هذه المدينة. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قصتهم طبعا شاعت وذاعت، وصل هود ما حصل لهم، وبقي هود في مكة حتى توفي ودفن في مكة ولم يرجع للمكان الذي هاجر منه على الصحيح. بعد هذا بدأ الناس يعني يتساءلون عن سبب العذاب ويبحثون ويرجعون إلى الحق. والذين آمنوا مع هود وهاجروا معه واصلوا رحلتهم نحو الشمال هروبا من مكان العذاب، ظنا منهم أن العذاب سيزحف نحو الشمال، فهربوا حتى وصلوا إلى مدائن العلا واستقروا هناك في واد يسمى واد القرى، وتقروا فيه 1000 قرية، 1000 قرية في وادي القرى، وتوالدوا وتناسلوا ورجعوا للكفر الذي كان عليه آباؤهم في عاد. وعندئذ جاءت عاد الثانية وهي ثمود. الأخمشة ليقرأ. طيب، هذه قصة ثمود لأنها متصلة بقصة عاد، لأنهم عاد الثانية. كان ودي أنه يقرأها، لكن يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه قصة قوم ثمود، قوم صالح، وهم ثمود وهم عاد الثانية. هربوا خوفا مما حصل لعاد الأولى حتى وصلوا وادي القرى شمالا، شمال الجزيرة، واستقروا، توالدوا وتناسلوا، جاءت أجيال وجاء الشيطان. نقلوا طبعا الحضارة التي كانت عندهم في الجنوب نقلوها للشمال، لذلك تجد تشابه ما بين مدائن العلا وما بين منطقة الأحقاف. ما كان يفعلون في الجبال هناك فعلوه في الجبال هنا، تنحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكل تلك الحضارة انتقلت إلى شمال الجزيرة. ثم طغوا وبغوا وحصل لهم ما حصل لآبائهم، فبعث الله لهم صالح، نبي الله صالح، فدعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الأصنام وترك عبادة الأصنام، وأبوا فقالوا لن نؤمن لك يا صالح حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء، يعني ولدها في بطنها قد بلغ 10 أشهر، والناقة إذا حملت مدة حملها كم؟ 9 شهور، وشهر العشر تولد فيه، يقول هذه عاشوراء. قالوا فتلد أمامنا فإذا رأينا ذلك بأعيننا آمنا بك. فقال صالح اللهم أخرج لهم من هذه الصخرة ناقة كما يريدون بالأوصاف التي يريدون، طويلة عاشوراء كذا كذا كذا. فقال الله له إني مخرجها لهم لكن بشرط أن يكون لها شرب يوم
تشرب من هذه عين الماء التي عندهم يوم كامل، واليوم الثاني هم يشربون، فإذا وافقوا فلا بأس. قالوا وافقنا، لكن بشرط أن اليوم اللي تشرب ماءنا فيه تعطينا حليب. قال أبد. وافق، تمت الموافقة. انفلقت الصخرة وخرجت الناقة العشراء من الصخرة وهم ينظرون، ثم ولدت وهم ينظرون، وخرج وليدها. ولد الولد، كل الدواب تولد والولد يتأخر شوية في القيام إلا الجمل، إلا الإبل. الناقة تولد وولدها يقوم فورا، فولدت فصيلا. فلما ولدت توجهت نحو البئر، هذا اليوم حقها. من دلها على البئر؟ الله. فلما وصلت للبئر شردت الإبل والبقر والغنم، خافوا منها. كانت ناقة عجيبة تختلف عن سائر النوق، يعني ناقة لا تحلب. إذا جاء وقت الحليب تفقر رجلاها وينصب اللبن، ويجيبوا بس الآنية، حتى أنهم من كثرة اللبن عملوا حوض، وصارت الناقة توقف فوق الحوض وتصب لبن، وهم بدل ما يأخذوا الماء يأخذون حليب إبل، حليب الناقة. فتوجهت صوب البئر، ولما وصلت البئر رفع الله الماء لها حتى تساوى مع سطح الأرض، ما تحتاج دلو. فلما رأى الناس الماء يرتفع لها وهي تشرب من غير دلو واللبن ينصب فرحوا وأخذوا يشربون. فلما استمرت معهم فترة يعني قالوا هذه الناقة آذتنا، طفشنا من حليب الإبل، طفشنا من اللبن، نبي الماء، نبي ناكل اللحم، سمينة هي، نريد لحم الإبل وفصيلها سمين. فبعضهم قالوا لا، هذه ناقة الله، وإذا لمستها بشيء يغضب الله. حتى صالح سمع الكلام فجاء قال ناقة الله وسقياها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله وسقياها، أي اتركوا ناقة الله واتركوا سقياها، اتركوا لها ماءها في اليوم اللي تشرب فيه، واتركوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فماذا حصل؟ تشاوروا فخرج 9 نفر، 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتآمروا على قتل صالح وعلى قتل ناقة صالح. لنبيتنه وأهله، يعني بيقتلوا صالح ثم يقتلوا أهله ثم يقتلوا ناقته. قالوا أول شيء الناقة، فكلهم هابوها إلا واحد وهو أشقى الأشقياء. هذا الرجل أخذ حربته وجاء للناقة وهي تشرب في يومها والحليب ينصب وضربها. ضربها وين؟ في رجلها، عقرها. فلما ضربها في رجلها الضربة الأولى ما أثرت، واقفة، لكن رفعت رأسها من الماء. ثم عاد فضرب الثانية فكسرت الرجل وسقطت الناقة. فلما سقطت أقبلت 9 عليها فذبحوها. 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ثم دعوا أقوامهم هلموا إلى اللحم، وأخذوا يوزعون لحمها. فصيلها ولد الناقة لما رأى أمه ذبحت جرى نحو الجبل الذي خرجت منه أمه، وصعد فوق الجبل وأقبل على الناس بوجهه ورغى 3 رغيات، صاح 3 صيحات، فسمع صوت صالح فجاء مسرعا فوجدهم قد عقروا الناقة، فترجم لهم ما قاله ولد الناقة. قال لكم 3 أيام موعد من الله،
يوم تصفر فيه وجوهكم، ويوم الثاني تحمر فيه وجوهكم، واليوم الثالث تسود فيه وجوهكم ويأتيكم ما وعد الله. وخرج صالح والذين آمنوا معه وهاجر من الشمال للجنوب إلى بيت الله الحرام، ومن دخله كان آمن. اليوم الأول فعلا اصفرت وجوههم، اليوم الثاني احمرت وجوههم. قالوا ابحثوا عن صالح، صالح من زمان مش هاجر. اليوم الثالث اسودت وجوههم وجاءهم العذاب. فماذا قال الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. بشر واحد نتبعه. إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني لو كان الله سبحانه وتعالى فعلا أرسل لنا ونحن 1000 قرية وادي القرى، ما أرسل لنا واحد. المفروض كل قرية فيها واحد، يصير كم؟ 1000 رسول. بشرا منا واحدا نتبع، واحد ما يكفي. إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني هو أحسن منا بإيش؟ هو بشر وحنا بشر، كما يقول بعض الناس في الصحابة، يقول الصحابة أحسن منا بإيش؟ هم بشر وحنا بشر. هم أحسن منا لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبايعوه وصدقوه وجاهدوا معه، يكفيهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ليش قالوا كذاب وقالوا أشر؟ لأنه جاءهم بشيء لم يكن عندهم به علم من قبل فكذبوه. ومشكلة الجاهل أنه عدو نفسه، شيء اللي ما يعرفه يكذبه. نعم. يقول أحد العلماء: العلم نور والجهالة حلك، ومن يسر في ظلمة الجهل هلك. فماذا حصل؟ قال الله جل وعلا: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. طيب، مرسل الناقة، الناقة كانت تحمل رسالة. ما هي رسالتها؟ مرسل الناقة رسالتها هل يصدقوا فيما قالوا ويؤمنوا بعد أن رأوا الآية أو لا؟ فخرجت الناقة وتبين أنهم كذابين، لم يؤمنوا. شربوا الحليب ووجدوا الناقة وتمتعوا بها ثم قتلوها في النهاية. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ارتقب ماذا يفعلون بالناقة، واصطبر لا تستعجل. ارتقب صالح، إيمانهم لم يؤمنوا. خاف على الناقة منهم، حصل ما كان يخاف منه. يقول الله: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يعني يوم للناقة تشرب ويوم لكم. فنادوا صاحبهم، بعد فترة نادوا صاحبهم، هذا الذي هو أشقاها، إذ انبعث أشقاها، نادوه فتعاطى الخمر، شرب الخمر حتى أصبح سكرا. وهذا من خبث الخمر، لأن الخمر تدفع للخبث، تدفع للفاحشة، تدفع للمنكر. شرب الخمر تعاطى حتى إذا ما استوى فعقر، فضرب الناقة وهو سكران عقرها. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الصيحة هذه التي أرسلت عليهم صيحة واحدة في ساعة واحدة، في لحظة، فكانوا كهشيم المحتضر. نعم، يعني أصبحوا كالهشيم، كأن لم يغنوا بالأمس، كأنهم ما كان موجود أحد بالأمس عندك. هذا العذاب، عذاب الصيحة، تكرر. عمل لقوم صالح وعمل لقوم ياسين،
كما قال تعالى: وما أنزلنا عليهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. والصيحة هي التي ستنتهي الدنيا كلها بها، يوم يسمعون الصيحة. هذه الصيحة المهلكة كانت مناسبة لهؤلاء. خلينا نشوف العلاقة بين عذابهم وبين الصيحة. أصلا هم نادوا صاحبهم: يا فلان تعال. فنادوا صاحبهم، ارتفع صراخهم نداء صياح، فعقر تعاطى الخمر وعقر الناقة وهو يصارخ وهم يصارخون معه. فلما ارتفع صياحهم طربا وفرحا بمعصية الله، جاءت صيحة مناسبة أهلكتهم وأخمدتهم، فإذا هم خامدون كأن لم يغنوا بالأمس. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر، حفظه يسر، العمل به سهل، فهمه سهل، لكن هل من مدكر؟ وللأسف الشديد أن كثيرا من الأمة الإسلامية أسهل عنده أن يأخذ كتاب لبشر يقرأه ويشرحه وينظمه ويعلق عليه وينقده من أن يأخذ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد وللأسف الشديد في أطراف الأمة وفي عند كثير من علماء الأمة اهتمام بفنون كثيرة إلا القرآن وتفسيره. فتجد في الأمة حفظ القرآن، مدارس تحفيظ القرآن كثيرة جدا، حلقات تحفيظ كثير جدا، جامعات لحفظ القرآن، مسابقات لحفظ القرآن، لكن فهم القرآن، تدبر القرآن، تفسير القرآن، فهم رسالة القرآن، هذا شيء قليل في الأمة، وهذا مشكلة كبيرة على الأمة. لذلك الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يوم القيامة: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس الهجر هجر حفظه، في حفظه، ليس الهجر هجر تلاوته، هو يتلى، لكن الهجر هجر فهمه، هجر العمل به، هجر الدعوة به. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهنا بعض الأسئلة، بعض المسائل ودي أطرحها لأنها شبهات تطرح. كنت في إحدى الدول وألقيت كلمة في تفسير آية من كتاب الله، وكان في المجلس رجل عالم من علماء المسلمين، قال لي: يا أخي لا يجوز لك أن تفسر القرآن وأنت لم تبلغ درجة الاجتهاد، ولا يجوز تفسير القرآن إلا لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد، وشروط الاجتهاد عند الأصوليين كذا 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 كذا. قلت له: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جزاك الله خير. الأصول الذي أنت ذكرت الشروط منه متى وجد؟ أول من استنبط الأصول الإمام الشافعي رحمه الله، وكتب رسالة في الأصول وسماها الرسالة، وهي موجودة. وما كان الناس، ما كانت الأمة تعرف أصول الفقه قبل ذلك. قلت له: ما قبل الإمام الشافعي ما كانوا يقرؤون القرآن ولا يجوز لهم تفسيره، والنبي صلى الله عليه وسلم هل فسر القرآن كله أم أنه فسر البعض وترك البعض للناس يفهمونه بعقولهم ويفهمونه بسليقتهم وبلغتهم؟ القرآن أنواع، منه ما يفهمه العربي باللغة العربية الفصحى كالحدود: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انتهينا الحمد لله. الشاهد أخذت معه في النقاش وأخذت أعطيه موعظة فبكى وهو شايب عمره في 70، بكى بكاء شديدا مريرا. قلت: ما يبكيك؟ قال: فات عمري وأنا ثقيل وقالوا خلاف وتردد وأنا بعيد عن القرآن خايف منه، الآن أعاهد الله أني أرجع إلى القرآن وأترك كل ما سواه. وفعلا رجع الرجل للقرآن وهو في 70 سنة، وفتح الله عليه وحافظ القرآن وبدأ يفهم وبدأ يتكلم في التفسير، ونذر بقية عمره ألا يتكلم إلا في القرآن، فنزل الله البركة في عمره ومد حتى صار عمره 100 سنة، ما توفي إلا بعد 100، وأعطاه الله عز وجل بركة في علمه وانتشر وأصبح يعني من دعاة الوحي. قال الله قال رسول الله: الأمة لن يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها، وأول الأمة ما صلح إلا بما قال الله قال رسول الله. هذه دعوة
للعودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ من معينهما، وليس الدعوة لترك ما سوى ذلك، لأن ما سوى ذلك فيه ما هو مأخوذ من ذلك. الفقه مأخوذ من الكتاب والسنة، خذ الفقه، خذ العلم، لكن خذ مع ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يسر القرآن للذكر وأنزله في رمضان وفتح أبواب جنانه لكل إنسان يطلب الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أبى أقوام إلا طريق النار، أبى أقوام إلا عصيان الجبار جل جلاله، فأبى الله إلا أن يقيم الحجة عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث رسلا تترى، رسولا بعد رسول، كلما كذب رسول انتصر الله له وللمؤمنين معه، وجعل الذين كذبوه عجل لهم نصيبا من العذاب في الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، والعذاب الأكبر يوم يلقونه. من أولئك قوم نوح، وقد مضى في لقاء الماضي الحديث عن قصتهم، واليوم مع عاد. قوم نوح كانوا في بلاد شمال الجزيرة في منطقة العراق، عاد في جنوب الجزيرة في اليمن. عاد قال الله عز وجل كذبت عاد، ولم يقل كذب قوم هود. لماذا؟ كما قال في قوم نوح كذبت قوم نوح. قوم نوح كانوا قلة، بداية البشر والناس قليل، ولا يوجد من البشر إلا ما هم مع نوح، لا يوجد غيره. أما عاد فهي مجموعة قبائل أرسل لهم رسول واحد. هؤلاء القبائل جميعا يرجعون إلى عاد ابن إرم ابن من؟ سام ابن نوح، يعني يرجعون إلى نوح عليه السلام. فعاد قبائل، وهذه القبائل ليست كلها قوم هود، هود فخذ قبيلة، لكنه أرسل لهم جميعا كما أرسل شعيب إلى قومه، عفوا كما أرسل لوط إلى المؤتفكات، وهي جميع مجموعة مدن، 5 مدن. فقال الله جل وعلا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبوا من؟ كذبوا هود، وكذبوا نوح، وكذبوا صالح، وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذبوا جميع الرسل، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل أجمعين. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قصة عاد أن الله جل وعلا لما أهلك قوم نوح ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة، واستوت بهم السفينة على الجودي، نزلوا من السفينة على منطقة ماذا؟ منطقة العراق. وأول ما عمر في الأرض بعد عذاب قوم نوح هي منطقة العراق ومدينة بابل بالتحديد. نزل فيها نوح وأبناؤه والذين آمنوا معه، ومنها وجدت اللغات ووجدت الأصوات، وسميت بابل من البلبلة، والبلبل الأصوات المختلفة واللغات المختلفة. فكان فيها سام وحام ويافث أبناء نوح الثلاث، والذين آمنوا مع نوح. كل أولئك تفرقوا في الأرض. سام وهو أبو العرب توجه صوب الجنوب، الجزيرة وما حولها، أبو العرب واليهود والنصارى. حام وهو أبو الأفارقة توجه غربا نحو القارة الأفريقية. حام وهو أبو شرق آسيا والصين وغير ذلك توجه شرقا. هؤلاء الثلاث هم آباء البشر بعد ذلك، ذريتهم الباقون، ذرية نوح. سام هذا ولد له أولاد، منهم إرم، وإرم ولد له عاد، وعاد ولد له عشرات الأولاد، كل ولد ينتمي إلى عاد. فمنهم ثمود، وثمود هي عاد الثانية، ولذلك قال في قصة نوح عاد الأولى. نعم، عفوا، في
قصة ثمود ذكر عادا الأولى لأنهم هم عاد الثانية. قال الله عز وجل: كذبت عاد. متى بعث لهم هود؟ وكيف بعث؟ وكيف كانت حياتهم؟ أما هم فقد أعطاهم الله أجسام قوية جدا طوال، حتى أنك إذا رأيت الرجل تحسبه نخلة من طوله. ولهذا قال تعالى: كأنهم أعجاز نخل خاوية، من شدة الطول والقوة، حتى إنهم قالوا: من أشد منا قوة. من قوتهم جعلوا على كل ريع آية. الريع الجبل، يجعلون على كل جبل آية، يعني قصر من ذهب، آية في الجمال. وإذا نزلوا للبر بنوا خيام من ذهب، أعمدة من ذهب. وهم الذين ذكر الله عن مدينتهم وقال: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أعمدتها من ذهب، مدينة من ذهب، الأعمدة التي تقوم عليها المباني ذهب كلها خالص. حتى إنهم من شدة بطشهم وقوتهم وتكبرهم شقوا في مدينتهم أنهار من ماء وخمر وعسل، يريدون أن يفعلوا جنة في الأرض، فتكبروا تكبرا عظيما. وكانت مدتهم يعني إذا جاء الشتاء البرد ذهبوا للمدن فوق الجبال، وإذا جاء إذا جاء الحر صعدوا على الجبال، وإذا جاء البرد نزلوا للسهول. فهؤلاء بعث لهم هود عليه الصلاة والسلام، فبدأ يدعوهم إلى الله، وجحدوا وكفروا. وكان هود عليه الصلاة والسلام دأبه في دعوتهم مثل دأب نوح في دعوته لقومه، يدعوهم ليلا ونهارا فأبوا. فمسك الله عز وجل عنهم السماء، لم ينزل عليهم من المطر قطرة، وما عندهم من أشجار ونبات يبس، وأصبحت أرضهم جدباء. فقالوا لهود: إن جاءنا المطر آمنا بك. فجاء مطر ولم يؤمنوا، فاشتد عليهم القحط بعد ذلك، وكذبوا هود وقالوا: لولا رهطك لرجمناك. يعني كان هود ذو مكانة في قومه. فكانت آيته المعجزة التي جاء بها لهم أنه قال: لا أريد حماية رهط ولا شيء، أنا متوكل على الله. وإن كان عندكم شيء، إن كان عندكم قوة وأنتم أولو القوة، فليمس واحد منكم شعرة من رأسه، يتقدم أي واحد منكم. فعجزوا. فكانت معجزته أنه شخص واحد في مجتمع يدعي القوة ويقول: من أشد منا قوة، ولا يستطيع واحد منهم يلمسه. من يحميه؟ الله. قالوا: إذا كان ربك موجود وقادر وصادق يجيب لنا مطر. وجابوا من البداية وهم كفروا. فأوحي إلى نوح أن القوم هؤلاء إلى هود أن هؤلاء قوم معذبون، وليخرج هو ومن معه. فخرج هود والذين آمنوا معه من الأحقاف. الأحقاف منطقتهم، وهي تقع جنوب الربع الخالي، غرب سلطنة عمان، شرق حضرموت حاليا، ويحدها البحر جنوبا. فتوجه هود نحو البيت، نحو مكة، وأرسلوا هم أشخاص وفد إلى مكة، في اعتقادهم أن هذا الوفد يقابل رب هود ويدعو رب هود. فذهب ذلك الوفد إلى مكة وسبق هود. وصل الوفد إلى مكة واستغاثوا وسألوا الله المطر. فأوحي إلى هود أن هذا الوفد سيصحب بمطر يمشي معه من مكة حتى يوصل حضرموت، يبيت معهم ذاك المطر إذا باتوا، وإذا مشوا مشى معهم، سحابة تظلهم. فانطلقت السحابة من فوق مكة، سحابة تمشي جنوب، وهود والذين آمنوا معه ماشيين شمال، وتحت السحابة الوفد الرسمي لعاد
فلما وصلوا كانت السحابة مثيرة، كل ما تمر فوق قبيلة تنظر، السحابة ذي سوداء غريبة. فلما وصلت فوقهم جاءهم العذاب، فجاءتهم الريح. أول شيء جاءهم الريح. قال الله جل وعلا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا. هذه البداية. صرصرا، هذه الريح تتصف بصفتين. الصفة الأولى أنها ريح صرصر. الريح الصرصر الريح التي لها صوت، عندما تسمعه الآذان من شدة قوته يعني تصك الآذان، تصر، ما عاد تسمع شيء. ومنه الصرة، الصوت القوي، كما قال الله في قصة إبراهيم: جاءت امرأته في صرة فصكت وجهها، يعني في صوت مرتفع. المرأة إذا تعجبت رفعت صوتها، وهي عجوز عقيم قالوا بتحملي وتولدي، فصرخت. صرختها من التعجب سماها الله صر. طيب، ريح صرصر، هذه الريح فيها صفتين: أولا صوت قوي، ثانيا برودة شديدة. الصر البرد، شدة البرد، والصرصر شدة قوة الصوت، فهما كلمتان في كلمة. ريح صرصر في يوم نحس مستمر. ذاك اليوم الذي بدأ فيه عذابهم كان يوم الأربعاء، وذلك اليوم بعض المفسرين قالوا هو يوم نحس مستمر، يعني إلى قيام الساعة، لأنه عذب في قوم نوح، وعذب في قوم هود، وعذب أغلب من عذب من الأمم السابقة كان في يوم الأربعاء. لكن هذا النحس على من عذبوا وليس على كل الناس. فالأيام لا تنحس، الأيام أيام الله، فيها يفعل الله ما يشاء. فمن كان مطيعا لله في أي يوم فهو يوم بركة وخير عليه، ومن عصى الله في أي يوم فهو يوم نحس مستمر عليه. وقد يجتمع في اليوم الواحد نحس من جهة وبركة من جهة أخرى. هود ما ضره ما حصل لهؤلاء، كما أن نوح ومن معه في السفينة ما ضره ما حصل لقومه. ذاك عذاب استمر 40 يوما، وهذا عذاب استمر كم؟ 8 أيام. ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم كم؟ 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي، فهل ترى لهم من باقية؟ بدأت الريح قبل المطر، وهي حقيقة ريح على شكل مطر. اللي رآها يقول سحابة، لما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. ماذا فعلوا؟ تحدوا رب العالمين، خرجوا من ديارهم يستقبلون العارض، المطر من سنين ينتظرونه. فلما رأوا الريح غرزوا أرجلهم في الأرض واعتمدوا عليها، وهم معتمدون على قوتهم وما تغني قوتهم منهم شيئا. فماذا فعلت الريح؟ اقتلعتهم الريح من الأرض ورفعتهم إلى أعلى، حتى رأى بعضهم بعضا في جو السماء. طلعوا من الأرض خلاص، حتى الجبال اللي عليها بيوتهم مرتفعة صاروا ينظرون إليها تحت. ثم قلبتهم فوق، عملت فيهم الأفاعيل في جو السماء لمدة 8 أيام وهم يخطخطون في الجو، عذاب. ثم اليوم الثامن زرعوا في الأرض، غرزت رؤوسهم في الأرض وأرجلهم أعلى، فإذا رأيتهم تقول أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ثم لما حصل لهم ذلك طبعا الرمال، الريح هذه حملت رمال، شاركت الرمال في الغضب
على أولئك، فأصبحت تلك المنطقة أغنى منطقة بالرمال. الربع الخالي، الأحقاف، شرق عمان، غرب عمان، شرق حضرموت، أغنى منطقة بالرمال، لأن الرمال شاركت غضبا لله في تعذيب قوم هود. الرمال ضربها قوي لأن الحصى صغير، فتدخل في المسام، ضرب وعذاب استمر 8 أيام. طيب الله عز وجل قادر على أن يميتهم في لحظة؟ لا، 7 ليال و8 أيام. طيب لماذا قدم 7 ليال على الأيام؟ ليش؟ لا، كيف تكون بدت في الليل؟ 7 ليال و8 أيام بدت في الليل وفي النهار؟ بدأت في الصباح. كل عذاب يبدأ صباحا. كل عذاب يبدأ متى؟ وقت الصبح. ولهذا قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا صبحا، وقت الصبح. إن موعدهم صبح، أليس الصبح بقريب؟ فجاءتهم الريح هذه صباحا، اليوم الأول، الليلة الأولى، اليوم الثاني، الليلة الثانية، حتى جاءت 7 ليالي وهم يعذبون في الجو، تضربهم تلك الحصى، تضربهم تلك الرياح، تضرب بعضهم في بعض حتى استووا. فلما ماتوا أو أماتهم الله غرز أجسامهم. طبعا الريح صرصر باردة جمدت أجسادهم، بل برد، مستوى البرودة عالي جدا، الدماء تجمدت، أصبحوا من شدة البرد كأنهم خشب، ثم غرزوا في الأرض. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. طيب ليش قال يوم نحس وهي أيام؟ كم يوم؟ 8 أيام. لكن لما كانت هذه الأيام متصلة ليلها بنهارها كأنها يوم واحد أصبحت، لأنك لا تفرق في بين الليل والنهار. الريح سوداء، البرد شديد، العذاب مستمر، إذا جاء النهار لا يشعر به وإذا جاء الليل لا يشعر به، فأصبح كأنه كم؟ يوم واحد. مثل حال الدنيا. الدنيا إذا خرج منها أهلها وجاءوا للآخرة ماذا يقولون؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. نعم. ومثل عزير لما أماته الله 100 عام وبعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك. إذا لم يجد الإنسان العافية فإنه لا يشعر بالزمن، وإذا وجد العافية لا يشعر بالزمن. إن كنت في عذاب الزمن يمضي عليك ما شعرت، وإن كنت في نعيم يمضي الزمن وأنت ما شعرت. نسأل الله العافية. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس، يعني الريح تنزع الناس من بيوتهم. اللي ما خرجوا دخلت عليهم الريح فأخرجتهم. تنزع الناس، يعني هذه الريح تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. يعني هذا النخل إذا شلته من الأرض، إذا شلت النخلة من الأرض ماذا يحصل لمكانها؟ حفرة. هذه الحفرة إذا أخرجت النخلة للنخلة في الأرض ايش اسمها؟ عروقها في الأرض مثل شعر رؤوسهم. فإذا قلبت النخلة ووضعت أعلاها أسفلها فهذا مثل أجسامهم بعد غضب الله عليهم. فرؤوسهم مثل رؤوس النخل اللي في الأرض، وأعقابهم وأعجازهم مثل أعجاز النخل اللي فوق، كأنهم أعجاز نخل منقعر قد أخرج من الأرض، وأصبحت الأرض
من بعده، لأنه إذا جاء شيء من أعلى وضرب في الأرض يصير مثل الحفرة. فهم يحفرون في الأرض حفرة ويقعرون الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر، وما استمروا إلا قليل حتى تساقطوا موتى. ولما ماتوا وبقيت يعني ديارهم ومساكنهم وذهبهم، ذاك المكان الذي غضب الله فيه لا يحل لأحد أن ينتفع به. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرمال فبلعت مدينتهم بالكامل، وهي إلى الآن مدفونة في الأرض، وفيها من الذهب ما لو جمع ذهب الدنيا كله لكان أقل مما في هذه المدينة. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قصتهم طبعا شاعت وذاعت، وصل هود ما حصل لهم، وبقي هود في مكة حتى توفي ودفن في مكة ولم يرجع للمكان الذي هاجر منه على الصحيح. بعد هذا بدأ الناس يعني يتساءلون عن سبب العذاب ويبحثون ويرجعون إلى الحق. والذين آمنوا مع هود وهاجروا معه واصلوا رحلتهم نحو الشمال هروبا من مكان العذاب، ظنا منهم أن العذاب سيزحف نحو الشمال، فهربوا حتى وصلوا إلى مدائن العلا واستقروا هناك في واد يسمى واد القرى، وتقروا فيه 1000 قرية، 1000 قرية في وادي القرى، وتوالدوا وتناسلوا ورجعوا للكفر الذي كان عليه آباؤهم في عاد. وعندئذ جاءت عاد الثانية وهي ثمود. الأخمشة اللي يقرأ. طيب، هذه قصة ثمود لأنها متصلة بقصة عاد، لأنهم عاد الثانية. كان ودي أنه يقرأها، لكن يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه قصة قوم ثمود، قوم صالح، وهم ثمود وهم عاد الثانية. هربوا خوفا مما حصل لعاد الأولى حتى وصلوا وادي القرى شمالا، شمال الجزيرة، واستقروا، توالدوا وتناسلوا، جاءت أجيال وجاء الشيطان. نقلوا طبعا الحضارة التي كانت عندهم في الجنوب نقلوها للشمال، لذلك تجد تشابه ما بين مدائن العلا وما بين منطقة الأحقاف. ما كان يفعلون في الجبال هناك فعلوه في الجبال هنا، تنحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكل تلك الحضارة انتقلت إلى شمال الجزيرة. ثم طغوا وبغوا وحصل لهم ما حصل لآبائهم، فبعث الله لهم صالح، نبي الله صالح، فدعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الأصنام وترك عبادة الأصنام، وأبوا فقالوا لن نؤمن لك يا صالح حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء، يعني ولدها في بطنها قد بلغ 10 أشهر، والناقة إذا حملت مدة حملها كم؟ 9 شهور وشهر العشر تولد فيه، يقول هذه عاشوراء. قالوا فتلد أمامنا فإذا رأينا ذلك بأعيننا آمنا بك. فقال صالح اللهم أخرج لهم من هذه الصخرة ناقة
كما يريدون بالأوصاف التي يريدون، طويلة، عاشوراء، كذا كذا كذا. فقال الله له: إني مخرجها لهم، لكن بشرط أن يكون لها شرب يوم، تشرب من هذه عين الماء التي عندهم يوم كامل، واليوم الثاني هم يشربون، فإذا وافقوا فلا بأس. قالوا: وافقنا، لكن بشرط أن اليوم اللي تشرب ماءنا فيه تعطينا حليب. قال: أبد. وافق، تمت الموافقة. انفلقت الصخرة وخرجت الناقة العشراء من الصخرة وهم ينظرون، ثم ولدت وهم ينظرون، وخرج وليدها، ولد الولد. كل الدواب تولد والولد يتأخر شوية في القيام إلا الجمل، إلا الإبل. الناقة تولد وولدها يقوم فورا، فولدت فصيلا. فلما ولدت توجهت نحو البئر، هذا اليوم حقها. من دلها على البئر؟ الله. فلما وصلت للبئر شردت الإبل والبقر والغنم، خافوا منها. كانت ناقة عجيبة تختلف عن سائر النوق، يعني ناقة لا تحلب. إذا جاء وقت الحليب تفخر رجلاها وينصب اللبن، ويجيبوا بس الآنية، حتى أنهم من كثرة اللبن عملوا حوض، وصارت الناقة توقف فوق الحوض وتصب لبن، وهم بدل ما يأخذوا الماء يأخذون حليب إبل، حليب الناقة. فتوجهت صوب البئر، ولما وصلت البئر رفع الله الماء لها حتى تساوى مع سطح الأرض، ما تحتاج دلو. فلما رأى الناس الماء يرتفع لها وهي تشرب من غير دلو واللبن ينصب، فرحوا وأخذوا يشربون. فلما استمرت معهم فترة، يعني قالوا: هذه الناقة آذتنا، طفشنا من حليب الإبل، طفشنا من اللبن، نبي الماء، نبي ناكل اللحم، سمينة هي، نريد لحم الإبل وفصيلها سمين. فبعضهم قالوا: لا، هذه ناقة الله، وإذا لمستها بشيء يغضب الله. حتى صالح سمع الكلام فجاء قال: ناقة الله وسقياها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله صالح: ناقة الله وسقياها، أي اتركوا ناقة الله واتركوا سقياها، اتركوا لها ماءها في اليوم اللي تشرب فيه، واتركوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فماذا حصل؟ تشاوروا فخرج 9 نفر، 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتآمروا على قتل صالح وعلى قتل ناقة صالح، لنبيتنه وأهله، يعني بيقتلوا صالح ثم يقتلوا أهله ثم يقتلوا ناقته. قالوا: أول شيء الناقة، فكلهم هابوها إلا واحد وهو أشقى الأشقياء. هذا الرجل أخذ حربته وجاء للناقة وهي تشرب في يومها والحليب ينصب، وضربها. ضربها وين؟ في رجلها، عقرها. فلما ضربها في رجلها الضربة الأولى ما أثرت، واقفة، لكن رفعت رأسها من الماء. ثم عاد فضرب الثانية، فكسرت الرجل وسقطت الناقة. فلما سقطت أقبلت 9 عليها فذبحوها. 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ثم دعوا أقوامهم: هلموا إلى اللحم، وأخذوا يوزعون لحمها. فصيلها ولد الناقة لما رأى أمه ذبحت جرى نحو الجبل الذي خرجت منه أمه، وصعد فوق الجبل وأقبل على الناس بوجهه، ورغى 3 رغيات، صاح 3 صيحات، فسمع صوت صالح
فجاء مسرعا فوجدهم قد عقروا الناقة، فترجم لهم ما قاله ولد الناقة. قال: لكم 3 أيام موعد من الله، يوم تصفر فيه وجوهكم، ويوم الثاني تحمر فيه وجوهكم، واليوم الثالث تسود فيه وجوهكم ويأتيكم ما وعد الله. وخرج صالح والذين آمنوا معه وهاجر من الشمال للجنوب إلى بيت الله الحرام، ومن دخله كان آمن. اليوم الأول فعلا اصفرت وجوههم، اليوم الثاني احمرت وجوههم. قالوا ابحثوا عن صالح، صالح من زمان مش هاجر. اليوم الثالث اسودت وجوههم وجاءهم العذاب. فماذا قال الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، بشر واحد نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني لو كان الله سبحانه وتعالى فعلا أرسل لنا ونحن 1000 قرية وادي القرى، ما أرسل لنا واحد، المفروض كل قرية فيها واحد، يصير كم؟ 1000 رسول. بشرا منا واحدا نتبع، واحد ما يكفي. إنا إذا لفي ضلال وسعر، أو ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني هو أحسن منا بإيش؟ هو بشر وحنا بشر، كما يقول بعض الناس في الصحابة، يقول الصحابة أحسن منا فيش؟ هم بشر وحنا بشر. هم أحسن منا لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبايعوا وصدقوا وجاهدوا معه، يكفيهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ليش قالوا كذاب وقالوا أشر؟ لأنه جاءهم بشيء لم يكن عندهم به علم من قبل فكذبوه. ومشكلة الجاهل أنه عدو نفسه، شيء اللي ما يعرفه يكذبه. نعم. يقول أحد العلماء: العلم نور والجهالة حلك، ومن يسر في ظلمة الجهل هلك. فماذا حصل؟ قال الله جل وعلا: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. طيب، مرسل الناقة، الناقة كانت تحمل رسالة، ما هي رسالتها؟ مرسل الناقة رسالتها هل يصدقوا فيما قالوا ويؤمنوا بعد أن رأوا الآية أو لا؟ فخرجت الناقة وتبين أنهم كذابين، لم يؤمنوا، شربوا الحليب ووجدوا الناقة وتمتعوا بها ثم قتلوها في النهاية. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ارتقب ماذا يفعلون بالناقة، واصطبر لا تستعجل. ارتقب صالح، إيمانهم لم يؤمنوا، خاف على الناقة منهم، حصل ما كان يخاف منه. يقول الله: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني يوم للناقة تشرب ويوم لكم. فنادوا صاحبهم، بعد فترة نادوا صاحبهم، هذا الذي هو أشقاها، إذ انبعث أشقاها، نادوه فتعاطى الخمر، شرب الخمر حتى أصبح سكرا. وهذا من خبث الخمر، لأن الخمر تدفع للخبث، تدفع للفاحشة، تدفع للمنكر. شرب الخمر، تعاطى حتى إذا ما استوى فعقر، فضرب الناقة وهو سكران، عقرها. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الصيحة هذه التي أرسلت عليهم صيحة واحدة في ساعة واحدة، في لحظة، فكانوا كهشيم المحتضر. نعم، يعني أصبحوا كالهشيم، كأن لم يغنوا بالأمس.
كأنه ما كان موجود أحد بالأمس عندك. هذا العذاب، عذاب الصيحة، تكرر، عمل لقوم صالح وعمل لقوم ياسين، كما قال تعالى: وما أنزلنا عليهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. والصيحة هي التي ستنتهي الدنيا كلها بها، يوم يسمعون الصيحة. هذه الصيحة المهلكة كانت مناسبة لهؤلاء. خلينا نشوف العلاقة بين عذابهم وبين الصيحة. أصلا هم نادوا صاحبهم: يا فلان تعال. فنادوا صاحبهم، ارتفع صراخهم نداء صياح، تعاطى الخمر وعقر الناقة وهو يصارخ وهم يصارخون معه. فلما ارتفع صياحهم طربا وفرحا بمعصية الله، جاءت صيحة مناسبة أهلكتهم وأخمدتهم، فإذا هم خامدون أن لم يغنوا بالأمس. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر، حفظه يسر، العمل به سهل، فهمه سهل، لكن هل من مدكر؟ وللأسف الشديد أن كثيرا من الأمة الإسلامية أسهل عنده أن يأخذ كتاب لبشر يقرأه ويشرحه وينظمه ويعلق عليه وينقده من أن يأخذ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد وللأسف الشديد في أطراف الأمة وفي عند كثير من علماء الأمة اهتمام بفنون كثيرة إلا القرآن وتفسيره. فتجد في الأمة حفظ القرآن، مدارس تحفيظ القرآن كثيرة جدا، حلقات تحفيظ كثير جدا، جامعات لحفظ القرآن، مسابقات لحفظ القرآن، لكن فهم القرآن، تدبر القرآن، تفسير القرآن، فهم رسالة القرآن، هذا شيء قليل في الأمة، وهذا مشكلة كبيرة على الأمة. لذلك الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يوم القيامة: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس الهجر هجر حفظه، في حفظه، ليس الهجر هجر تلاوته، هو يتلى، لكن الهجر هجر فهمه، هجر العمل به، هجر الدعوة به. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهنا بعض الأسئلة، بعض المسائل أطرحها لأنها شبهات تطرح. كنت في إحدى الدول وألقيت كلمة في تفسير آية من كتاب الله، وكان في المجلس رجل عالم من علماء المسلمين، قال لي: يا أخي لا يجوز لك أن تفسر القرآن وأنت لم تبلغ درجة الاجتهاد، ولا يجوز تفسير القرآن إلا لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد، وشروط الاجتهاد عند الأصوليين كذا 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 كذا. قلت له: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جزاك الله خير. الأصول الذي أنت ذكرت الشروط منه متى وجد؟ أول من استنبط الأصول الإمام الشافعي رحمه الله، وكتب رسالة في الأصول وسماها الرسالة، وهي موجودة. وما كان الناس، ما كانت الأمة تعرف أصول الفقه قبل ذلك. قلت له: ما قبل الإمام الشافعي ما كانوا يقرؤون القرآن ولا يجوز لهم تفسيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هل فسر القرآن كله أم أنه فسر البعض وترك البعض للناس يفهمونه بعقولهم ويفهمونه بسليقتهم وبلغتهم؟ القرآن أنواع، منه ما يفهمه العربي باللغة العربية الفصحى كالحدود: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انتهينا الحمد لله. الشاهد أخذت معه في النقاش وأخذت أعطيه موعظة فبكى وهو شايب عمره في 70، بكى بكاء شديدا مريرا. قلت: ما يبكيك؟ قال: فات عمري وأنا ثقيل وقال وخلاف وتردد وأنا بعيد عن القرآن خايف منه، الآن أعاهد الله أني أرجع إلى القرآن وأترك كل ما سواه. وفعلا رجع الرجل للقرآن وهو في 70 سنة، وفتح الله عليه وحافظ القرآن وبدأ يفهم وبدأ يتكلم في التفسير، ونذر بقية عمره ألا يتكلم إلا في القرآن، فنزل الله البركة في عمره ومد حتى صار عمره 100 سنة، ما توفي إلا بعد 100. وأعطاه الله عز وجل بركة في علمه وانتشر وأصبح يعني من دعاة الوحي. قال الله قال رسول الله: الأمة لن يصلح آخرها إلا بما صلح به
أولها، وأول الأمة ما صلح إلا بما قال الله قال رسول الله. هذه دعوة للعودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ من معينهما، وليست دعوة لترك ما سوى ذلك، لأن ما سوى ذلك فيه ما هو مأخوذ من ذلك. الفقه مأخوذ من الكتاب والسنة، خذ الفقه، خذ العلم، لكن خذ مع ذلك كتاب الله وسنة رسوله. قوم نوح. قوم نوح كانوا قلة والناس قليل، ولا يوجد من البشر إلا ما هم مع نوح، لا يوجد غيره. أما عاد فهي مجموعة قبائل أرسل لهم رسول واحد. هؤلاء القبائل جميعا يرجعون إلى عاد ابن إرم ابن من؟ سام ابن نوح، يعني يرجعون إلى نوح عليه السلام. فعاد قبائل، وهذه القبائل ليست كلها قوم هود. هود فخذ قبيلة، لكنه أرسل لهم جميعا كما أرسل شعيب إلى قومه، عفوا كما أرسل لوط إلى المؤتفكات، وهي جميع مجموعة مدن، 5 مدن. فقال الله جل وعلا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبوا من؟ كذبوا هود، وكذبوا نوح، وكذبوا صالح، وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذبوا جميع الرسل، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل أجمعين. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قصة عاد أن الله جل وعلا لما أهلك قوم نوح ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة، واستوت بهم السفينة على الجودي، نزلوا من السفينة على منطقة ماذا؟ منطقة العراق. وأول ما عمر في الأرض بعد عذاب قوم نوح هي منطقة العراق ومدينة بابل بالتحديد. نزل فيها نوح وأبناؤه والذين آمنوا معه، ومنها وجدت اللغات ووجدت الأصوات، وسميت بابل من البلبلة، والبلبل الأصوات المختلفة واللغات المختلفة. فكان فيها سام وحام ويافث أبناء نوح الثلاث، والذين آمنوا مع نوح. كل أولئك تفرقوا في الأرض. سام وهو أبو العرب توجه صوب الجنوب، الجزيرة وما حولها، أبو العرب واليهود والنصارى. حام وهو أبو الأفارقة توجه غربا نحو القارة الأفريقية. حام وهو أبو شرق آسيا والصين وغير ذلك توجه شرقا. هؤلاء الثلاث هم آباء البشر بعد ذلك، ذريتهم الباقون، ذرية نوح. سام هذا ولد له أولاد، منهم إرم، وإرم ولد له عاد، وعاد ولد له عشرات الأولاد، كل ولد ينتمي إلى عاد. فمنهم ثمود، وثمود هي عاد الثانية، ولذلك قال في قصة نوح عاد الأولى. نعم، عفوا في قصة ثمود ذكر عادا الأولى لأنهم هم عاد الثانية. قال الله عز وجل: كذبت عاد. متى بعث لهم هود؟ وكيف بعث؟ وكيف كانت حياتهم؟ أما هم فقد أعطاهم الله أجسام قوية جدا طوال، حتى أنك إذا رأيت الرجل تحسبه نخلة من طوله. ولهذا قال تعالى: كأنهم أعجاز نخل خاوية، من شدة الطول والقوة، حتى إنهم قالوا: من أشد منا قوة. من قوتهم جعلوا على كل ريع آية. الريع الجبل، يجعلون على كل جبل آية، يعني قصر من ذهب، آية في الجمال. وإذا نزلوا للبر بنوا خيام من ذهب، أعمدة من ذهب. وهم الذين ذكر الله عن مدينتهم وقال: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أعمدتها من ذهب، مدينة من ذهب، الأعمدة التي تقوم عليها المباني ذهب كلها خالص. حتى إنهم من شدة بطشهم وقوتهم وتكبرهم شقوا في مدينتهم أنهار
من ماء وخمر وعسل، يريدون أن يفعلوا جنة في الأرض، فتكبروا تكبرا عظيما. وكانت مدتهم يعني إذا جاء الشتاء البرد ذهبوا للمدن فوق الجبال، وإذا جاء إذا جاء الحر صعدوا على الجبال، وإذا جاء البرد نزلوا للسهول. فهؤلاء بعث لهم هود عليه الصلاة والسلام، فبدأ يدعوهم إلى الله، وجحدوا وكفروا. وكان هود عليه الصلاة والسلام دأبه في دعوتهم مثل دأب نوح في دعوته لقومه، يدعوهم ليلا ونهارا فأبوا، فمسك الله عز وجل عنهم السماء، لم ينزل عليهم من المطر قطرة، وما عندهم من أشجار ونبات يبس، وأصبحت أرضهم جدباء. فقالوا لهود: إن جاءنا المطر آمنا بك. فجاء مطر ولم يؤمنوا، فاشتد عليهم القحط بعد ذلك، وكذبوا هود وقالوا: لولا رهطك لرجمناك. يعني كان هود ذو مكانة في قومه. فكانت آيته المعجزة التي جاء بها لهم أنه قال: لا أريد حماية رهط ولا شيء، أنا متوكل على الله. وإن كان عندكم شيء، إن كان عندكم قوة وأنتم أولو القوة، فليمس واحد منكم شعرة من رأسه، يتقدم أي واحد منكم. فعجزوا. فكانت معجزته أنه شخص واحد في مجتمع يدعي القوة ويقول: من أشد منا قوة، ولا يستطيع واحد منهم يلمسه. من يحميه؟ الله. قالوا: إذا كان ربك موجود وقادر وصادق يجي لنا مطر. وجابوا من البداية وهم كفروا. فأوحي إلى نوح أن القوم هؤلاء إلى هود أن هؤلاء قوم معذبون، وليخرج هو ومن معه. فخرج هود والذين آمنوا معه من الأحقاف. الأحقاف منطقتهم، وهي تقع جنوب الربع الخالي، غرب سلطنة عمان، شرق حضرموت حاليا، ويحدها البحر جنوبا. فتوجه هود نحو البيت، نحو مكة، وأرسلوا هم أشخاص وفد إلى مكة، في اعتقادهم أن هذا الوفد يقابل رب هود ويدعو رب هود. فذهب ذلك الوفد إلى مكة وسبق هود. وصل الوفد إلى مكة واستغاثوا وسألوا الله المطر. فأوحي إلى هود أن هذا الوفد سيصحب بمطر يمشي معه من مكة حتى يوصل حضرموت، يبيت معهم ذاك المطر إذا باتوا، وإذا مشوا مشى معهم، سحابة تظلهم. فانطلقت السحابة من فوق مكة، سحابة تمشي جنوب، وهود والذين آمنوا معه ماشيين شمال، وتحت السحابة الوفد الرسمي لعاد. فلما وصلوا كانت السحابة مثيرة، كل ما تمر فوق قبيلة تنظر، السحابة ذي سوداء غريبة. فلما وصلت فوقهم جاءهم العذاب، فجاءتهم الريح. أول شيء جاءهم الريح. قال الله جل وعلا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا. هذه البداية. صرصرا. هذه الريح تتصف بصفتين. الصفة الأولى أنها ريح صرصر. الريح الصرصر الريح التي لها صوت، عندما تسمعه الآذان من شدة قوته يعني تصك الآذان، تصر، ما عاد تسمع شيء. ومنه الصرة، الصوت القوي، كما قال الله في قصة إبراهيم: جاءت امرأته في صرة فصكت وجهها، يعني في صوت مرتفع. المرأة إذا تعجبت ترفع صوتها، وهي عجوز عقيم قالوا بتحملي وتولدي، فصرخت. صرختها من التعجب سماها الله صرة. طيب، ريح صرصر. هذه الريح فيها صفتين: أولا صوت قوي،
ثانيا برودة شديدة. الصر البرد، شدة البرد، والصرصر شدة قوة الصوت، فهما كلمتان في كلمة. ريح صرصر. في يوم نحس مستمر. ذاك اليوم الذي بدأ فيه عذابهم كان يوم الأربعاء، وذلك اليوم بعض المفسرين قالوا هو يوم نحس مستمر، يعني إلى قيام الساعة، لأنه عذب في قوم نوح وعذب في قوم هود وعذب أغلب من عذب من الأمم السابقة كان في يوم الأربعاء. لكن هذا النحس على من عذبوا وليس على كل الناس، فالأيام لا تنحس، الأيام أيام الله، فيها يفعل الله ما يشاء، فمن كان مطيعا لله في أي يوم فهو يوم بركة وخير عليه، ومن عصى الله في أي يوم فهو يوم نحس مستمر عليه. وقد يجتمع في اليوم الواحد نحس من جهة وبركة من جهة أخرى. هود ما ضره ما حصل لهؤلاء، كما أن نوح ومن معه في السفينة ما ضره ما حصل لقومه. ذاك عذاب استمر 40 يوما، وهذا عذاب استمر كم؟ 8 أيام. ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم كم؟ 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي، فهل ترى لهم من باقية؟ بدأت الريح قبل المطر، وهي حقيقة ريح على شكل مطر. اللي رآها يقول سحابة، لما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. ماذا فعلوا؟ تحدوا رب العالمين، خرجوا من ديارهم يستقبلون العارض المطر من سنين ينتظرونه، فلما رأوا الريح غرزوا أرجلهم في الأرض واعتمدوا عليها وهم معتمدون على قوتهم، وما تغني قوتهم منهم شيئا. فماذا فعلت الريح؟ اقتلعتهم الريح من الأرض ورفعتهم إلى أعلى حتى رأى بعضهم بعضا في جو السماء. طلعوا من الأرض خلاص، حتى الجبال اللي عليها بيوتهم مرتفعة صاروا ينظرون إليها تحت. ثم قلبتهم فوق، عملت فيهم الأفاعيل في جو السماء لمدة 8 أيام وهم يخطخطون في الجو، عذاب. ثم اليوم الثامن زرعوا في الأرض، غرزت رؤوسهم في الأرض وأرجلهم أعلى، فإذا رأيتهم تقول أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ثم لما حصل لهم ذلك طبعا الرمال، الريح هذه حملت رمال، شاركت الرمال في الغضب على أولئك، فأصبحت تلك المنطقة أغنى منطقة بالرمال. الربع الخالي، الأحقاف، شرق عمان، غرب عمان، شرق حضرموت، أغنى منطقة بالرمال، لأن الرمال شاركت غضبا لله في تعذيب قوم هود. الرمال ضربها قوي لأن الحصى صغير فتدخل في المسام، ضرب وعذاب استمر 8 أيام. طيب الله عز وجل قادر على أن يميتهم في لحظة؟ لا، 7 ليال و8 أيام. طيب لماذا قدم 7 ليال على الأيام؟ ليش؟ لا، كيف تكون بدت في الليل؟ 7 ليال و8 أيام بدت في الليل وفي النهار؟ بدأت في الصباح. كل عذاب يبدأ صباحا، كل عذاب يبدأ متى؟ وقت الصبح. ولهذا قال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا
صبحا، وقت الصبح. إن موعدهم صبح، أليس الصبح بقريب؟ فجاءتهم الريح هذه صباحا، اليوم الأول، الليلة الأولى، اليوم الثاني، الليلة الثانية، حتى جاءت 7 ليالي وهم يعذبون في الجو، تضربهم تلك الحصى، تضربهم تلك الرياح، تضرب بعضهم في بعض حتى استووا. فلما ماتوا أو أماتهم الله غرز أجسامهم. طبعا الريح صرصر باردة جمدت أجسادهم، بل برد، مستوى البرودة عالي جدا، الدماء تجمدت، أصبحوا من شدة البرد كأنهم خشب، ثم غرزوا في الأرض. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. طيب ليش قال يوم نحس وهي أيام؟ كم يوم؟ 8 أيام. لكن لما كانت هذه الأيام متصلة ليلها بنهارها كأنها يوم واحد أصبحت، لأنك لا تفرق في بين الليل والنهار. الريح سوداء، البرد شديد، العذاب مستمر، إذا جاء النهار لا يشعر به وإذا جاء الليل لا يشعر به، فأصبح كأنه كم؟ يوم واحد. مثل حال الدنيا إذا خرج منها أهلها وجاءوا للآخرة ماذا يقولون؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. نعم. ومثل عزير لما أماته الله 100 عام وبعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك. إذا لم يجد الإنسان العافية فإنه لا يشعر بالزمن، وإذا وجد العافية لا يشعر بالزمن. إن كنت في عذاب الزمن يمضي عليك ما شعرت، وإن كنت في نعيم يمضي الزمن وأنت ما شعرت. نسأل الله العافية. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس، يعني الريح تنزع الناس من بيوتهم. اللي ما خرجوا دخلت عليهم الريح فأخرجتهم. تنزع الناس، يعني هذه الريح تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. يعني هذا النخل إذا شلته من الأرض، إذا شلت النخلة من الأرض ماذا يحصل لمكانها؟ حفرة. هذه الحفرة إذا أخرجت النخلة للنخلة في الأرض عروقها في الأرض مثل شعر رؤوسهم. فإذا قلبت النخلة وضعت أعلاها أسفلها فهذا مثل أجسامهم بعد غضب الله عليهم، فرؤوسهم مثل رؤوس النخل اللي في الأرض، وأعقابهم وأعجازهم مثل أعجاز النخل اللي فوق، كأنهم أعجاز نخل منقعر قد أخرج من الأرض وأصبحت الأرض من بعده، لأنه إذا جاء شيء من أعلى وضرب في الأرض يصير مثل حفرة. فهم يحفرون في الأرض حفرة ويقعرون الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر، وما استمروا إلا قليل حتى تساقطوا موتى. ولما ماتوا وبقيت يعني ديارهم ومساكنهم وذهبهم، ذاك المكان الذي غضب الله فيه لا يحل لأحد أن ينتفع به. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرمال فبلعت مدينتهم بالكامل، وهي إلى الآن مدفونة في الأرض، وفيها من الذهب ما لو جمع ذهب الدنيا كله لكان أقل مما في هذه المدينة. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قصتهم طبعا شاعت وذاعت، وصل هود ما حصل لهم، وبقي هود في مكة حتى توفي ودفن في مكة ولم يرجع للمكان الذي هاجر منه على الصحيح. بعد هذا
بدأ الناس يعني يتساءلون عن سبب العذاب ويبحثون ويرجعون إلى الحق. والذين آمنوا مع هود وهاجروا معه واصلوا رحلتهم نحو الشمال هروبا من مكان العذاب، ظنا منهم أن العذاب سيزحف نحو الشمال، فهربوا حتى وصلوا إلى مدائن العلا واستقروا هناك في واد يسمى واد القرى، وتقروا فيه 1000 قرية، 1000 قرية في وادي القرى، وتوالدوا وتناسلوا ورجعوا للكفر الذي كان عليه آباؤهم في عاد. وعندئذ جاءت عاد الثانية وهي ثمود. الأخمشة اللي يقرأ. طيب، هذه قصة ثمود لأنها متصلة بقصة عاد، لأنهم عاد الثانية. كان ودي أنه يقرأها، لكن يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه قصة قوم ثمود، قوم صالح، وهم ثمود وهم عاد الثانية. هربوا خوفا مما حصل لعاد الأولى حتى وصلوا وادي القرى شمالا، شمال الجزيرة، واستقروا، توالدوا وتناسلوا، جاءت أجيال وجاء الشيطان. نقلوا طبعا الحضارة التي كانت عندهم في الجنوب نقلوها للشمال، لذلك تجد تشابه ما بين مدائن العلا وما بين منطقة الأحقاف. ما كان يفعلون في الجبال هناك فعلوه في الجبال هنا، تنحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكل تلك الحضارة انتقلت إلى شمال الجزيرة. ثم طغوا وبغوا وحصل لهم ما حصل لآبائهم، فبعث الله لهم صالح، نبي الله صالح، فدعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الأصنام وترك عبادة الأصنام، وأبوا فقالوا لن نؤمن لك يا صالح حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء، يعني ولدها في بطنها قد بلغ 10 أشهر، والناقة إذا حملت مدة حملها كم؟ 9 شهور، وشهر العشر تولد فيه، يقول هذه عاشوراء. قالوا فتلد أمامنا فإذا رأينا ذلك بأعيننا آمنا بك. فقال صالح اللهم أخرج لهم من هذه الصخرة ناقة كما يريدون بالأوصاف التي يريدون، طويلة عاشوراء كذا كذا كذا. فقال الله له إني مخرجها لهم لكن بشرط أن يكون لها شرب يوم، تشرب من هذه عين الماء التي عندهم يوم كامل، واليوم الثاني هم يشربون، فإذا وافقوا فلا بأس. قالوا وافقنا لكن بشرط أن اليوم اللي تشرب ماءنا فيه تعطينا حليب. قال أبد. وافق، تمت الموافقة. انفلقت الصخرة وخرجت الناقة العشراء من الصخرة وهم ينظرون، ثم ولدت وهم ينظرون، وخرج وليدها، ولد الولد. كل الدواب تولد والولد يتأخر شوية في القيام إلا الجمل إلا الإبل. الناقة تولد وولدها يقوم فورا، فولدت فصيلا. فلما ولدت توجهت نحو البئر، هذا اليوم حقها. من دلها على البئر؟ الله. فلما وصلت للبئر شردت الإبل والبقر والغنم، خافوا منها. كانت ناقة عجيبة تختلف عن سائر النوق، يعني ناقة لا تحلب،
إذا جاء وقت الحليب تفقر رجلاها وينصب باللبن، ويجيبوا بس الآنية، حتى أنهم من كثرة اللبن عملوا حوض، وصارت الناقة تبقى فوق الحوض وتصب لبن، وهم بدل ما يأخذوا الماء يأخذون حليب إبل، حليب الناقة. فتوجهت صوب البئر، ولما وصلت البئر رفع الله الماء لها حتى تساوى مع سطح الأرض، ما تحتاج دلو. فلما رأى الناس الماء يرتفع لها وهي تشرب من غير دلو واللبن ينصب فرحوا وأخذوا يشربون. فلما استمرت معهم فترة يعني قالوا هذه الناقة آذتنا، طفشنا من حليب الإبل، طفشنا من اللبن، نبي الماء، نبي ناكل اللحم، سمينة هي، نريد لحم الإبل وفصيلها سمين. فبعضهم قالوا لا، هذه ناقة الله، وإذا لمستها بشيء يغضب الله. حتى صالح سمع الكلام فجاء قال ناقة الله وسقياها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله وسقياها، أي اتركوا ناقة الله واتركوا سقياها، اتركوا لها ماءها في اليوم اللي تشرب فيه، واتركوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فماذا حصل؟ تشاوروا فخرج 9 نفر، 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتآمروا على قتل صالح وعلى قتل ناقة صالح، لنبيتنه وأهله، يعني بيقتلوا صالح ثم يقتلوا أهله ثم يقتلوا ناقته. قالوا أول شيء الناقة، فكلهم هابوها إلا واحد وهو أشقى الأشقياء. هذا الرجل أخذ حربته وجاء للناقة وهي تشرب في يومها والحليب ينصب وضربها. ضربها وين؟ في رجلها، عقرها. فلما ضربها في رجلها الضربة الأولى ما أثرت واقفة، لكن رفعت رأسها من الماء، ثم عاد فضرب الثانية فكسرت الرجل وسقطت الناقة. فلما سقطت أقبلت 9 عليها فذبحوها. 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ثم دعوا أقوامهم هلموا إلى اللحم، وأخذوا يوزعون لحمها. فصيلها ولد الناقة لما رأى أمه ذبحت جرى نحو الجبل الذي خرجت منه أمه، وصعد فوق الجبل وأقبل على الناس بوجهه ورغى 3 رغيات، صاح 3 صيحات، فسمع صوت صالح فجاء مسرعا فوجدهم قد عقروا الناقة، فترجم لهم ما قاله ولد الناقة. قال لكم 3 أيام موعد من الله، يوم تصفر فيه وجوهكم، ويوم الثاني تحمر فيه وجوهكم، واليوم الثالث تسود فيه وجوهكم ويأتيكم ما وعد الله. وخرج صالح والذين آمنوا معه وهاجر من الشمال للجنوب إلى بيت الله الحرام، ومن دخله كان آمن. اليوم الأول فعلا اصفرت وجوههم، اليوم الثاني احمرت وجوههم، قالوا ابحثوا عن صالح. صالح من زمان مش هاجر. اليوم الثالث اسودت وجوههم وجاءهم العذاب. فماذا قال الله؟ قال الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، بشر واحد نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني لو كان الله سبحانه وتعالى فعلا أرسل لنا ونحن 1000 قرية وادي القرى ما أرسل لنا واحد، المفروض كل قرية فيها واحد، يصير كم؟ 1000 رسول.
بشرا منا واحدا نتبع، واحد ما يكفي. إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني هو أحسن منا بإيش؟ هو بشر وحنا بشر، كما يقول بعض الناس في الصحابة، يقول الصحابة أحسن منا بإيش؟ هم بشر وحنا بشر. هم أحسن منا لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبايعوه وصدقوه وجاهدوا معه، يكفيهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ليش قالوا كذاب وقالوا أشر؟ لأنه جاءهم بشيء لم يكن عندهم به علم من قبل فكذبوه. ومشكلة الجاهل أنه عدو نفسه، شيء اللي ما يعرفه يكذبه. نعم. يقول أحد العلماء: العلم نور والجهالة حلك، ومن يسر في ظلمة الجهل هلك. فماذا حصل؟ قال الله جل وعلا: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. طيب، مرسل الناقة، الناقة كانت تحمل رسالة، ما هي رسالتها؟ مرسل الناقة رسالتها هل يصدقوا فيما قالوا ويؤمنوا بعد أن رأوا الآية أو لا؟ فخرجت الناقة وتبين أنهم كذابين، لم يؤمنوا، شربوا الحليب ووجدوا الناقة وتمتعوا بها ثم قتلوها في النهاية. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ارتقب ماذا يفعلون بالناقة، واصطبر لا تستعجل. ارتقب صالح، إيمانهم لم يؤمنوا، خاف على الناقة منهم، حصل ما كان يخاف منه. يقول الله: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني يوم للناقة تشرب ويوم لكم. فنادوا صاحبهم، بعد فترة نادوا صاحبهم، هذا الذي هو أشقاها، إذ انبعث أشقاها، نادوه فتعاطى الخمر، شرب الخمر حتى أصبح سكرا. وهذا من خبث الخمر، لأن الخمر تدفع للخبث، تدفع للفاحشة، تدفع للمنكر. شرب الخمر تعاطى حتى إذا ما استوى فعقر، فضرب الناقة وهو سكران عقرها. فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الصيحة هذه التي أرسلت عليهم صيحة واحدة في ساعة واحدة، في لحظة، فكانوا كهشيم المحتضر. نعم، يعني أصبحوا كالهشيم، كأن لم يغنوا بالأمس، كأنه ما كان موجود أحد بالأمس عندك. هذا العذاب، عذاب الصيحة، تكرر، عمل لقوم صالح وعمل لقوم ياسين، كما قال تعالى: وما أنزلنا عليهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. والصيحة هي التي ستنتهي الدنيا كلها بها يوم يسمعون الصيحة. هذه الصيحة المهلكة كانت مناسبة لهؤلاء. خلينا نشوف العلاقة بين عذابهم وبين الصيحة. أصلا هم نادوا صاحبهم: يا فلان تعال. فنادوا صاحبهم، ارتفع صراخهم نداء صياح، فعقر تعاطى الخمر وعقر الناقة وهو يصارخ وهم يصارخون معه. فلما ارتفع صياحهم طربا وفرحا بمعصية الله، جاءت صيحة مناسبة أهلكتهم وأخمدتهم فإذا هم خامدون كأن لم يغنوا بالأمس. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر، حفظه يسر،
العمل به سهل، فهمه سهل، لكن هل من مدكر؟ وللأسف الشديد أن كثيرا من الأمة الإسلامية أسهل عنده أن يأخذ كتاب لبشر يقرأه ويشرحه وينظمه ويعلق عليه وينقده من أن يأخذ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد وللأسف الشديد في أطراف الأمة وفي عند كثير من علماء الأمة اهتمام بفنون كثيرة إلا القرآن وتفسيره. فتجد في الأمة حفظ القرآن، مدارس تحفيظ القرآن كثيرة جدا، حلقات تحفيظ كثير جدا، جامعات لحفظ القرآن، مسابقات لحفظ القرآن، لكن فهم القرآن، تدبر القرآن، تفسير القرآن، فهم رسالة القرآن، هذا شيء قليل في الأمة، وهذا مشكلة كبيرة على الأمة. لذلك الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يوم القيامة: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس الهجر هجر حفظه، في حفظه، ليس الهجر هجر تلاوته، هو يتلى، لكن الهجر هجر فهمه، هجر العمل به، هجر الدعوة به، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهنا بعض الأسئلة، بعض المسائل ودي أطرحها لأنها شبهات تطرح. كنت في إحدى الدول وألقيت كلمة في تفسير آية من كتاب الله، وكان في المجلس رجل عالم من علماء المسلمين، قال لي: يا أخي، لا يجوز لك أن تفسر القرآن وأنت لم تبلغ درجة الاجتهاد، ولا يجوز تفسير القرآن إلا لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد، وشروط الاجتهاد عند الأصوليين كذا 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 كذا. قلت له: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جزاك الله خير. الأصول الذي أنت ذكرت الشروط منه متى وجد؟ أول من استنبط الأصول الإمام الشافعي رحمه الله، وكتب رسالة في الأصول وسماها الرسالة، وهي موجودة. وما كان الناس، ما كانت الأمة تعرف أصول الفقه قبل ذلك. قلت له: ما قبل الإمام الشافعي ما كانوا يقرؤون القرآن ولا يجوز لهم تفسيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هل فسر القرآن كله أم أنه فسر البعض وترك البعض للناس يفهمونه بعقولهم ويفهمونه بسليقتهم وبلغتهم؟ القرآن أنواع، منه ما يفهمه العربي باللغة العربية الفصحى كالحدود: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انتهينا الحمد لله. الشاهد أخذت معه في النقاش وأخذت أعطيه موعظة فبكى، وهو شايب عمره في 70، بكى بكاء شديدا مريرا. قلت: ما يبكيك؟ قال: فات عمري وأنا ثقيل وقال وخلاف وتردد، وأنا بعيد عن القرآن خايف منه. الآن أعاهد الله أني أرجع إلى القرآن وأترك كل ما سواه. وفعلا رجع الرجل للقرآن وهو في 70 سنة، وفتح الله عليه وحافظ القرآن، وبدأ يفهم وبدأ يتكلم في التفسير، ونذر بقية عمره ألا يتكلم إلا في القرآن، فنزل الله البركة في عمره ومد حتى صار عمره 100 سنة، ما توفي إلا بعد 100. وأعطاه الله عز وجل بركة في علمه وانتشر وأصبح يعني من دعاة الوحي. قال الله قال رسول الله: الأمة لن يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها، وأول الأمة ما صلح إلا بما قال الله قال رسول الله. هذه دعوة للعودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ من معينهما، وليست دعوة لترك ما سوى ذلك، لأن ما سوى ذلك فيه ما هو مأخوذ من ذلك. الفقه مأخوذ من الكتاب والسنة، خذ الفقه، خذ العلم، لكن خذ مع ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.